السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين معاهد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. راح ناخذ لكم اليوم الوصفة الرز انطاخت على مقلة. ما راح نستعمل لا كوشة لا وحتى حاجة، كل شيء راح نديروه في المقلة. راح ناخذ هنايا مرميطة، راح ندير فيها الماء يسخن. انا كنت سخنته من قبل، راح خليته يغلي مليح، وراح نرمي الرز نتاعنا، راح نفيضه كيما من كيما من داري نفيضوا الرز عادي. راح ندير له شويه ملح وقطره زيت باش ما يلصقلكش برك، وراح نحركه. مش غير نرميه وخليه، لازم تحركيه باش ما يلصقلكش. وما راحش نطيب، ما راحش نخليه يطيب بزاف خاطرش راح طيبيه بزاف راح كاين الرز اللي يتلكز، وكاين اللي شعل ما يطيب راه مليح. انا استعملت هنايا الرز بسماتي كيما راكم تشوفوا معنا. راح ناخذ البطاطا، راح نقطعها دوائر رقيقه. هنايا خديت 3 حبات بطاطا كبار، قطعتهم دوائر ودرت لها الملح وراح نقليها. لازم هنايا هاد الوصفه تاعنا راح نديرها راح نديرها بالطبقات. وهنايا بعد ما راح نكمل البطاطا راح هنايا خديت صدر تاع الدجاج كان عندي، قطعته قطع كارويات، ما قطعتهمش صغار، قطعتهم مويا، زوج ولا حبة ونص تاع طوماطيش كنت ربيتها. وراح ندير هنايا المقلة تاعنا تسخن، راح ندير فيها شوية زيت، وحتى يحملنا هذاك الزيت مليح راح نرمي الدجاج نتاعنا. هنايا صدر تاعنا تاع الدجاج، هنايا تقديري اختياري. تقدري ديري كفتة تاع الدجاج ولا تاع الغمي اللي حبيتيه. وهنايا انا استعملت الدجاج كارويات. راح نقليه مليح، ولازم ندير له الملح وفلفل اسود. في هذه الوصفه ما راحش نستعمل لي زيبيس بزاف، وما راحش نستعمل وصفات بزاف. راح ندير غير الملح وفلفل اسود، وراح نحرك الدجاج نتاعنا. هاد الوصفه جربوها، ما راحش تستغناو عليها، بنينه بزاف هايله وما تشدش الوقت. ما تشدلكش الوقت بزاف، تقدري ديريها في الدقائق الاخيره كي يكون عندك صوالح في الدار ولا يجيك الطياب وهاد الوصفات اللي يبانوا لك هكا واعرين كاع، بصح هو كلش ما يشدولكش كاع الوقت كامل. كيما راكم تشوفوا معنا راح نخليها تتقلى مليح، وراح ناخذ هادوك 2 حبات تاع الطوماطيش. انا استعملت 2 حبات تاع الطوماطيش ماشي كبار كيما راكم تشوفوا معنا. هنايا حركتها، رميت الطماطيش، نحركها مع هذيك اللحم اللي كان كنت قليته مليح. وراح ندير شويه ملح، راح نزيد خاطرش هذيك كي ترمي الطوماطيش ما غاديش ياخذها من غادي يجيك شويه لاصوص تاعك تجيك شويه صامته، لازم ديري شويه ملح. وراح نخليها طيب، لازم ما تخليهاش تشرب بزاف. هنايا لاصوص لازم تقعد شويه راويه، خاطرش لا نشفت لك كلي درتي الدجاج بلا صوص. بالسهله هنايا لازم تخليها شويه راويه كما راكم تشوفوا معنا. هنا طيبتها مليح، ها هي بدات طابت لنا وطفيت عليها. وكما راكم تتابعوا معايا هنايا درت داك اللحم مع لاصوص قلعته
باش ما تخليش في المقله، خاطر لا خليتي في المقله راح يشرب لكم لاصوص. كنا قلينا البطاطا والرز، فيضناه وصفيناه. كي تصفيه رشي عليه شويه ماء بارد باش ما يلصقش مع بعضه البعض. وهنايا راح ناخذ المقله دهنيها شويه بالزيت، وراح ندير هنايا نستفها. لازم تستفيها مليح كيما راكي تشوفي معايا. كيما ستفت البطاطا لازم تستفيها كيما نقول حبه قدام حبه. ما تخليش حاجه زعما ما تخليش حاجه اللي تخلي الرز نتاعنا يهود. وراح ندير الرز. ما راحش ديري طبقه غليظه، راح ديري طبقه رقيقه تاع الرز قد ما تدرق لنا البطاطا. وراح ندير لاصوص نتاعنا باللحم. لازم تفرشيها في الوسط. هاد الوصفه تاع لاصوص واللحم راح تعطيك مذاق رائع رائع بزاف بزاف. هنا بعد ما كملت لاصوص نتاعنا راح ندير الرز من الفوق. هنايا راح بعد ما كملناها وغلقناها من الفوق تاني بالرز. لازم انا هنايا اختيار لكي كاين اللي ما يبغيش الدهان، ديري فرماج. انا درت الفرماج تاع الحبه. تيات اختيار لكي، تبغي ديري الدهان تبغي ديري فرماج. هي من الاحسن تجيب الدهان، يعني ما دير كتريش الدهان، ديري على حسب كيما من ديري هكا شويه 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 تاع الدهان. من بعديها راح نشعل عليها النار، والنار لازم تكون هاديه، ما ديريهاش مجهده خاطرش البطاطا راح تحترق لك من تحت. راح ديريها وتبلعي عليها. لازم تكون النار هاديه كيما وريتكم. وراح نخليها طيب حتى يذوب لك. لا درتي الدهان خليه حتى الدهان يذوب لك، ولا ما درتيش دهان درتي فرماج واحد 10 دقائق وطفي عليها. ها هي بعد ما طبت لنا انا قلبتها. لازم تقلبيها كيما قلبتها انا. وها هي بعد ما قلعت مرسو من الاكله تاعي. شو كي جاو الطبقات متستفين، وان شاء الله شهيه طيبه.